ابنك بيتعلم بالنمذجة. مهم جدا تخلي بالك وتخلي بالك وانتوا بتتعاملوا في البيت مع الأولاد، لأن الأطفال بيتعاملوا بالنمذجة، بيتعلموا كل حاجة حواليهم بالملاحظة، بيفضل يقلد الأب والأم في كل تصرفاتهم، فبالتالي بيشب وبتنشأ شخصيته بنفس اللي هو اتعلمه من هو صغير. يعني الطفل لو شاف الأب دايما بيضرب الأم فبيشب على ذلك ان هو عنده مفهوم ان الزوجة علشان تسمع الكلام او عشان اتعامل مع الزوجة صح يبقى لازم تنضرب. وكذلك الام لو على طول في البيت دايما صوتها عالي، دايما هي المسيطرة، هي المسؤولة عن كل حاجة، الطفل او الطفلة بيشب ويفهم عنده المفهوم ده ان الام دايما او الست هي المسيطرة في البيت، هي اللي لها القرار، هي اللي لها الكلمة الاولى والاخيرة. فسواء هي بنت هتحاول تعمل زيها كده لما تتجوز، او لو كان ولد هيكون شخص اعتمادي سايب كل حاجة على مراته، هي اللي تدير كل شيء. فيا جماعة يا ريت نخلي بالنا جدا واحنا بنتعامل مع بعض في البيت قدام الأطفال، لأنهم بيتعلموا كل حاجة بالنمذجة.